اكبر المشاكل اللي احنا بنواجهها. العميل قاعد بيأجل في قرار، العميل لسه بيفكر، العميل لسه هيشوف، العميل متردد. كتير قوي بيظهر لنا عملاء بتستنزفنا، عايزه تاخد كل حاجه فور فري او باقل قيمه ممكن. عشان اقدر اخلي التسويق اسهل انا محتاج افكر بشكل مختلف. التسويق معناها ليدز، معناها عدد عملاء، معناها وفرة. عشان اقدر اوصل للوفرة في الماركتينج محتاج ان انا اعدد الانبوتس بتاعتي. يعني ايه اعدد الانبوتس بتاعتي؟ يعني ما اشتغلش على ماركتينج بلاتفورم واحد، ما اشتغلش على ماركتينج بطريقه واحده. يعني لو انا هعمل كامبينز، اعمل كامبينز باشكال مختلفه، اعمل كامبينز على كذا بلاتفورم لغايه لما يبقى عندي كذا مصدر للليدز، وبالتالي هتلاقي النتيجه بتاعت التسويق اسهل بكتير وفي نفس الوقت في وفره في الليدز. عشان تقدر تعلي سيلز كونفرجن وتلاقي فيه نتيجة فعالة جدا وتلاقي ان هو بيزيد، يعني كل مثلا 10 بتكلمهم الاول تلاقي 2 بيعملوا كونفرجن وبعد كده 3 وبعد كده 5 لغاية لما توصل ل8 من 10 بيعملوا كونفرجن. محتاج تبدأ تبني في السيلز سكريبت بتاعك، والسيلز سكريبت توثق نتائجه وتبقى عندك كذا سيلز سكريبت مناسب لانواع الكاستمرز اللي انت بتستهدفها واللي انت بتتكلم معاها. وبالتالي لما تقدر تعمل كده هتلاقي نفسك بتعمل باسز. يعني معناها ببساطه ان لما العميل يجاوبك الاجابه دي معناها ان انا هبدا اساله السؤال اللي فيه اختيارين وثلاثه تانيين. فانت وانت بتسال العميل محتاج ان انت تديله اختيارات وتعمل له باسز يمشي فيها، وبالتالي هتلاقي النتيجه ان هو اللي بيزقك على ان هو يعمل كونفرجن، مش انت محتاج ان انت توصله لمرحله الكونفرجن. عشان تقدر تحقق مع العميل المتردد، ودي من اكبر المشاكل اللي احنا بنواجهها، ان احنا دايما العميل قاعد بيأجل في قرار، العميل لسه بيفكر، العميل لسه هيشوف، العميل متردد. محتاج ان انت توصل بالعميل لكاستمر بوند بشكل مختلف، علاقة قوية جدا 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 بيها توصل ان انت السيلز ادفايزر. ولما تقدر توصل ان انت السيلز ادفايزر هيقدر يستقبل منك كل الفري كونتنت وكل المعلومات اللي انت بتديها له، فالقرار هيبقى سهل جدا ان هو ياخده. وده مش هيحصل غير لما تديله فري كونتنت يسمع معاه ويفرق معاه. فهنا بس هيقول لك انا اتحركت علشان النقطة دي، وكل كاستمر ليه البين وليه النقطة اللي بتمسه. عشان ما افقدش العملاء انا محتاج اصلا مرحله اسمها مرحله الدوكيومنتيشن. معناها ان انا بوثق كل الداتا عن الكاستمر، دي اول خطوه. تاني خطوه بوثق العميل وصل لاني مرحله في المراحل البيعيه. تالت خطوه بوثق مستوى العميل ده بالنسبه لي ايه في اللويالتي وفي الريلاتيف بينه وبين البراند اللي انا بشتغل عليه. كتير قوي بيظهر لنا عملاء بتستنزفنا، عايزه تاخد كل حاجه فور فري او باقل قيمه ممكن. عشان تقدر تتعامل كويس قوي مع العملاء اللي هي جايه تستنزفك محتاج ان انت توصل لهم فري كونتنت كتير قوي قوي قوي، وبالتالي تعلي الوعي بتاعهم، وبالتالي يوصل لمرحله ان هو يخرج من الاستنزاف وفعلا يتنقل ان هو كاستمر حقيقي ليك. فالعملاء اللي هي بتستنزفك بدل ما انت تقعد تدخل في الدايره بتاعتهم اديهم فري كونتنت مناسب ليهم، وهو ده اقصى حاجه تعملها معاهم.